أحيا حزب الاتحاد الديمقراطي الذكرى الأربعين لرحيل المناضل والسياسي صالح مسلم عضو الهيئة الرئاسية للحزب الذي توفي في 11 من آذار من العام الجاري في إحدى مشافي إقليم كردستان بعد صراع مع مرض عضال. وقد نظمت مراسم الاستذكار في مدينة قامشلو في مزار الشهيد دليل صاروخان بمشاركة واسعة من ممثلي مجلس عوائل الشهداء والمؤسسات المدنية ومؤتمر ستار وشيوخ العشائر ومؤتمر الإسلام الديمقراطي، إضافة إلى مئات من أهالي المدينة وشخصيات سياسية. بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، تلاها عرض مرئي تناول أبرز محطات حياة الراحل ونضاله. بعدها ألقيت عدة كلمات استذكرت مسيرته ودوره في الحركة السياسية الكردية، حيث أكد محمد جميل عضو مجلس عوائل الشهداء أن صالح مسلم كرس أكثر من 4 عقود من حياته لخدمة المجتمع. وبدوره شدد سليمان عرب الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في الحزب على أن الراحل كان مثالا للنضال والتضحية، وأسهم بشكل كبير في ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والعيش المشترك. كما أشار خبات محمد عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية إلى أن حياة صالح مسلم كانت نموذجا للمقاومة والإخلاص، وأن إرثه سيبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة في سبيل تحقيق الحرية وبناء سوريا ديمقراطية. من جهتها أكدت جولستان جلو ممثلة منسقية مؤتمر ستار أن رحيله يشكل خسارة كبيرة نظرا لدوره البارز في ثورة روج آفا ونضاله من أجل المجتمع. وفي ختام الكلمات عبر كورديار دريعي عضو حركة المجتمع الديمقراطي عن تعازيه لعائلة الفقيد ورفاقه، مستذكرا مسيرته النضالية الطويلة. واختتمت المراسم بإطلاق الشعارات التي تمجد الشهداء. وفي كوباني أقيمت مراسم الاستذكار على ضريح الشهيد صالح مسلم في مزار الشهيدة دجلة بمشاركة عائلته ورفاق دربه في الحزب، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والتنظيمات النسائية وقادة من قسد والأسايش. بدأت الفعالية أيضا بدقيقة صمت تلاها تقديم التعازي من قبل غريب حسو الرئيس المشترك للمجلس العام للحزب، الذي أكد أن كلمات الثناء لا تكفي لوصف نضال الراحل. كما تحدثت زوجة المناضل صالح مسلم عائشة أفندي معبرة عن فخر العائلة باستشهاده ومؤكدة الاستمرار في نهجه. من جانبها شددت القيادية في وحدات حماية المرأة رهلات عفرين على أهمية مواصلة النضال خاصة في سبيل تثبيت حقوق المرأة، مؤكدة الوفاء لتضحيات الشهداء. هذا واختتمت المراسم بوضع الورود على ضريح الشهيد وسط هتافات تؤكد استمرار النضال. الشهداء لا يموتون والمقاومة حياة.